بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غيكون فيه غير تصحيح ديال التمرين اللي كنا خلينا ما صححناش في الفيديو اللي فات. يعني الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو هذا وما تفرجتيش بجوج لي فيديو اللي فاتوا، تفرج فيهم هما الاولين حتى تفهم الدرس وتفهم القاعدة، عاد جي خرج التمرين ونصحوه ان شاء الله. اذا كانوا عندنا هاد 3 العمليات اللي كان خاصنا نخرجوهم. كان السؤال كيف العاده هو انشر وبسط. اذا باش نخرجوا هاد التمرين هذا، باش نسهل عليكم المأمورية، غادي نعطيكم مجموعه من العمليات وغادي نوريكم الحل ديالهم. فاش كتكون عندنا ا زائد ب عامل لي سي زائد دي، فهاد الحاله هذه كيكون عندنا زائد في الطرف الاول وزائد في الطرف الثاني. يعني فهاد الحاله هذه ما عندناش مشكل. امتى كيكون عندنا مشكل وكنطيحوا في الخطا هي فاش كتكون عندنا ناقص سواء في طرف واحد او لا في الاطراف بجوج. اذا بالنسبه لهاد الحاله هذه غادي نشرو عادي ا مضروبه في سي زائد ا مضروبه في دي، والطرف الثاني زائد ب مضروبه في سي زائد ب مضروبه في دي. اذا بالنسبه للحاله الاولى ما عندناش فيها مشكل. اذا بالنسبه للحاله الاولى كيف ما قلنا ما عندناش فيها مشكل. امتى كيكون عندنا مشكل؟ ملي كتكون ناقص. غادي نتركزوا معايا في هذه الحاله هذه مزيان. ملي كتكون عندنا ناقص، اول حاجه كنديروها هي ناقص كنجمعوها عند العدد اللي هي مرتبطه به وكنرجعوها للاصل ديالها، حيت كل عمليه ناقص مثلا ا ناقص ب راه هي ا زائد ناقص ب. يعني عمليه الطرح راها في الاصل عمليه جمع. يعني هادشي اللي كنديرو كنرجعوها للاصل ديالها. كتكون عندنا على هاد الحاله هادي كنرجعوها للاصل ديالها. هادشي اللي درنا باش غادي تولي عندنا بحال العمليه الاولى، بحيث انه عندنا غير زائد ما عندناش مشكل في الناقص. اذا غادي نشرو عادي ا مضروبه في سي زائد ا. في هذه الحاله هذه شنو عندنا؟ ا مضروبه في ناقص دي. هيا ناقص دي غنهزوها كيف ما هي، غنعتبروها على انها كامله عدد واحد، ما غاديش نتسوقوا الاشاره ديالها، غادي نخدموا عادي. هانتوما في هذه الحاله هذه عندنا زائد دي، الحاله الثانيه عندنا ناقص دي، خدمنا عادي. زائد في هذه الحاله هذه عندنا ب فيها ناقص، عادي غادي نهزوها بناقص ديالها. ناقص ب مضروبه في سي زائد ناقص ب مضروبه في شنو؟ في ناقص دي، مضروبه في ناقص دي. اذا شنو درنا حنا؟ اول حاجه درناها هو اننا درنا بين قوسين الاعداد اللي فيهم ناقص، الاعداد السالبه، حيت انه تبان لينا ناقص معاهم، ورجعنا العمليه الاصل ديالها. يعني كانت عندنا طرح رجعناها للجمع، رجعنا الاصل ديالها، ومن بعد نشرنا عادي وما تسوقناش لعمليه ناقص. يعني طبقنا القاعده كيف ما عندنا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نبسطو ا مضروبه في سي راه هي ا مضروبه في سي، ما عندناش مشكل. دابا عندنا ا مضروبه في ناقص دي. ملي كيكون عندنا ضرب زائد مضروبه في ناقص، اللي كيغلب هو ناقص. كتغلب عمليه كتغلب اشاره ناقص، كتغلب الاشاره السالبه. هنا عندنا زائد ا مضروبه في ناقص دي، ناخذوها ناقص ا مضروبه في دي. كتغلب ناقص. في الحاله الثانيه كذلك هو مثال، عندنا ناقص ب مضروبه في سي، اللي كتغلب هي ناقص ب مضروبه في سي. عاوتاني في الحاله الثانيه عندنا ناقص ب ناقص دي. ملي كتكون عندنا ناقص مضروبه في ناقص، يعني الاشاره ديال يعني شي عدد الاشاره ديالو ناقص مضروبه في عدد اخر ديال الاشاره ديالو حتى هو سالبه، غادا تساوي لينا زائد.
يعني باش تفهموا مزيان هاد القضيه هذه ديال الاشارات. الا كان عندكم باقي فيها مشكل من السابعه، الضرب كانوا يعني نفس الاشاره ناقص ناقص او لا زائد وزائد، كانوا بجوجهم على اتفاق، بجوجهم فاهمين، بجوجهم يا موجبين يا سالبين كتعطينا عدد موجب. الا كانوا العكس، الا كانوا متخالفين مع بعضياتهم، هذه ناقص والاخرى زائد اولا العكس، ديك الساعه كناخذوا السالب. كانوا متفقين بيناتهم كناخذوا زائد، ما كانوش متفقين بيناتهم كنديروا ناقص. اذا نكملوا ناقص في ناقص، هنايا بجوجهم متفقين مع بعضياتهم، شنو غادي نديروا زائد. ناقص في ناقص زائد بي مضروبه في دي. اذا هذه هي العمليه ديالنا. ندوزو للعمليه الاخرى، القاعده الاخرى. في هذه الحاله هذه عندنا ناقص في طرف واحد، عادي كيف ما قلت لكم غادي نديرو ناقص غنجمعوها مع العدد اللي هي فيه اللي هي مرتبطه به، وغادي نديرو هنا زائد، نرجعوها للاصل ديالها. اللي درنا هو اننا كنرجعوا العمليه للاصل ديالها، يعني عادي عفوا. وغنشرو ا مضروبه في سي زائد ا مضروبه في ناقص دي مضروبه في ناقص دي زائد بي غنشروها حتى هي في سي زائد بي مضروبه في ناقص دي عاوتاني في المرحله اللي من وراها هي اننا غادي نبسطوا الاشارات. مضروبه في سي بجوجهم زائد غتبقى زائد سي عفوا. في هذه الحاله هذه شنو عندنا موجبه ودي سالبه. ملي كيكونوا ما متفقينش كيف ما قلنا كناخذوا الاشاره السالبه. اذا غادي ناخذوها ناقص مضروبه في دي بي والسي بجوجهم موجبين غنخليو زائد بي سي. هنا عندنا بي فيها زائد ودي فيها ناقص، كيف ما قلنا ملي كيكونوا ما مفاهمينش كنديروا ناقص بي دي. هذا هو الحل ديال هذه العمليه هذه. ندوزو العمليه اللي من وراها اللي فاش غادي يكون عندنا ناقص في الطرف الاول. نفس الحاجه حتى هي ناقص غادي نجمعوها مع العدد ديالها، وغادي نرجعوا العمليه الاصل ديالها عمليه جمع. اذا وغادي نبداو نشرو عادي مضروبه في سي زائد مضروبه في دي. باش غادي ندوزو للطرف الثاني، الطرف الثاني فيه ناقص غنديرو زائد ناقص بي مضروبه في سي زائد ناقص بي مضروبه في دي. عادي احنا نشرنا اعتبروها بلي راه كاينه بي مضروبه في سي زائد بي مضروبه في دي، نفس العمليه غير هو هنا عندنا ناقص وكنخليو ناقص ما بين الاقواس في الاول، يعني غير باش حتى تفهموا القاعده مزيان باش ما تلفوش. خليو ناقص يعني داخل الاقواس حتى المرحله اللي من وراها، يعني حتى كنجيو نبسطوا الاشارات عاد ديك الساعه كنشوفوا شنو غادي يكون، واش ناقص ولا زائد. اذا عندنا سي بجوج موجبين غتبقى عندنا سي زائد دي حيت بجوج موجبين. في هذه الحاله هذه عندنا بي سالبه والسي موجبه ناقص بي زائد سي يعني مضروبه في زائد سي. هما ما فاهمينش، اذا غادي ناخذوا ناقص بي سي. في الحاله الثانيه عندنا ناقص بي مضروبه في زائد دي، هذه سالبه والاخرى موجبه، اذا غادي ناخذوا ناقص بي دي. حاولوا تسكرينيو ولا تكتبوا هاد العمليات هادو، يعني يبقاو عندكم حيت غادي تحتاجوهم في التمارين الاخرين. اذا ندوزو للتمرين ديالنا. عندنا في هاد الحاله هذه غادي نبداو نقارنوهم مع العمليات اللي عندنا. اذا عندنا في الطرف الاول ما بيناتهم كاينه ناقص، فين هما اللي ما بيناتهم كاينه ناقص؟ هذه فيها ناقص وهذه هي فيها ناقص. والطرف الثاني
فيه زائد. ها هي العمليه ديالنا. اشنو قلنا غادي نديرو؟ غنحاولوا اننا نطبقوا العمليه كيف ما عندنا، القاعده كيف ما عندنا غادي نحاولوا نطبقوها، ما غادي نزيدوا ما غادي نقصوا. ها هي القاعده، ما انه حنا استنتجناها، ما غاديش نبقاو نقلبوا حنايا غادي نجمعوا الناقص مع العدد الاخر. يعني حنا درنا القاعده غير باش نختصروا علينا الوقت والجهد. يعني في هذه الحاله هذه 3x ناقص 1 عامل لي 2 زائد جذر 2. يعني حاولوا انهم اللي تشوفوا العمليه فيها الجذر ولا اكس ولا الاس ما تخلعوش وما تتوتروش، راه عادي غادي نعتبروها عدد عادي. مثلا هنا 3x راه هي ا، وناقص 1 راه هي ناقص ب، 2 هي سي، وجذر 2 راه هي دي. يعني غادي نحاولوا نطبقوا القاعده مباشره، غادي ندوزو لهاد المرحله هذه. يعني عندنا ا اللي هي 3x. بلاتي نكتب لكم هادو باش توضح لكم الامور. هذه هي ا، ب، سي و دي. ملي غادي نجيو حنايا نطبقوا، عندنا ا، شكون هي ا؟ هي 3x. هاهي 3x مضروبه في سي، مضروبه شكون هي السي؟ هي 2. لاحظوا اننا القاعده كنطبقوها، ما كنزيدوا ما كنقصوا من عندنا، ما كنبقاوش نتفلسفوا. زائد ا اللي هي 3x مضروبه في دي، شكون هي دي؟ هي جذر 2 مضروبه في جذر 2 ناقص. ها هنا نضرب لون مختلف باش تبان لينا ناقص بي، شكون هي بي؟ هي 1 مضروبه في السي، شكون هي السي؟ هي 2 ناقص عاوتاني بي، شكون هي بي؟ هي 1 مضروبه في الدي، شكون هي الدي؟ هي جذر 2. ها دابا كي بانت لكم القاعده كيف ما هي طبقناها، ما فيها فلسفه، ما فيها حتى حاجه. اللي غادي يقول لك المات صعيب ولا المات معقد راه غير هو اللي كيحاول يعقد في الامور. هو الدرس بسيط ساهل. احنا خرجنا القاعده لراسنا، تخرجنا القاعده لراسنا. يعني حتى الا مشيتو تنسيتو القاعده في الامتحان غير كتبوها، راه كيف ما شرحت لكم راه غادي تقدروا انكم تخرجوها، ومن تماك غادي تبداو تخرجوا التمرين، ما غاديش تبقاو تضيعوا فيه الوقت بزاف. غادي يبان لك فيها الجذر غادي تبدا تتوتر، غادي تخلع، غادي تقول لا ما غاديش نعرف ليها، وغادي تبقى واحد فيها وغادي تنسى العمليات الاخرين. ها هي دابا بكل بساطه خرجناها. اش غادي نديرو دابا؟ غادي غير نبسطو. حنا نشرنا بالتطبيق ديال القاعده، غادي نبسطو. اذا 3x في جوج، 3 نقدروا نضربوها في جوج هي 6، و x ما عندنا معايش نضربوها، ها هي كيف ما هي، زائد 3x في جذر 2. جذر 2 ما كاينش شي جذر اخر اللي نقدر نضربو معاه، 3 ما كاينش شي عدد اخر صحيح نقدر نضربو معاه، x ما كاينش شي x اخر نقدر نضربو معاه. اذا غتبقى العمليه كيف ما هي، 3x جذر 2 ناقص 2 في 1 2 ناقص 1 في جذر 2 هي جذر 2. احنا خرجنا العمليه الاولى. ها هي ا كتساوي لينا هاد العدد هذا. احنا نشرنا وبسطنا بلا تعقيد الامور بلا والو. ندوزو للعمليه الثانيه اللي هي ب تساوي 2 ناقص x الكل عامل لي 3x ناقص 1. الا جينا نقلبوا على هاد العمليه هذه فين اين وحده من القواعد ديالنا هي القاعده الثانيه، حيت في الطرف الاول عندنا ناقص وفي الطرف الثاني عندنا ناقص. اشنو غادي نديرو؟ كيف ما درنا في العمليه الاولى طبقنا القاعده كيف ما هي، في القاعده الثانيه حتى هي غادي نطبقوا القاعده كيف ما هي بلا تفلسف ولا كثر تهضر. اذا عندنا ا هي 2 و ب هي x، سي هي 3x و د هي 1. ونبداو نطبقوا القاعده. ا هي 2، سي هي 3x، 2 في 3x ناقص ا دي
ها أ هاد دي هي 2 و د هي 1 ناقص ب سي هي إكس و سي هي 3 إكس زائد ب دي هي إكس مضروبة في 1. حنا طبقنا القاعدة كيف ما هي، ها هي القاعدة طبقناها كيف ما هي. إذن دابا غادي نبسطو. 2 في 3 هي 6 و إكس ما عندنا معايش نضربوها، غنحطوها كيف ما هي ناقص 2 في 1 هي 2 ناقص إكس نضربها في إكس هي إكس أس 2 و 3 ما عندنا معايش نضربوها، غنحطوها كيف ما هي زائد إكس في 1 هي إكس. فهاد الحالة هادي إلا يعني عندنا الحق نزيدو مازال نبسطو. عندنا 6 إكس و 1 إكس. 6 إكس زائد 1 إكس هي 7 إكس ناقص 2 ناقص 3 إكس أس 2. وكيف ما قلت لكم في الجزء الأول هو أنهم اللي طيحوا في هاد الحالة هادي حاولوا أنكم تحطوا هاد الأطراف هادو بالترتيب. حاولوا تبداو بالأس الكبير. هادشي اللي غادي نديرو. الأس الكبير هو أس 2 يعني ناقص 3 إكس أس 2 كنهزوه مع الإشارة ديالو ناقص 3 إكس أس 2 زائد 7 إكس ناقص 2. هذا هو الحل ديال العملية الثانية. غادي نتلاحظوا في هذه العملية هذه عندنا 3 الأطراف. في هذه الحالة هذه ما تخلعوش، راه يقدر يكونوا طرفين، يقدر يكونوا 3، يقدروا يكونوا 5، يقدروا يكونوا 6. شحال ما عطاوكم عدد هاد الأطراف اللي خصكم تنشروهم غير خصكم تحاولوا تبقاو تختزلوهم حتى يرجعوا لكم هكا جوج الأطراف باينين اللي نقدروا نطبقوا عليهم واحدة من هاد القواعد هادو. إذن في هاد الحالة هادي أول حاجة غادي نبداو بها هي هاد العملية هادي غادي نحاولوا نديروها بحال ما كايناش. إذن عندنا 3 إكس عامل لي 2 إكس زائد 1. غادي نحاولوا نشرو هاد العملية هادي. غنشرو 3 إكس 3 إكس مضروبة في 2 إكس زائد 3 إكس مضروبة في 1. احنا نشرنا وبطبيعة الحال ملي نشرو نخليو الجواب بين قوسين، وهاد الطرف هذا اللي ما وصلناش ليه غنعاودو نحطوه هنا كيف ما هو. اذا كيف ما قلنا غادي نحطو إكس زائد 7 كيف ما هي حيت ما وصلناش ليها. غادي نتلاحظوا هما ولاو عندنا جوج ديال الاطراف، ها الطرف الاول وها الطرف الثاني، ولكن راه يعني العمليه طويله. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نبسطو هادي. اذا 3 إكس في 2 إكس هي 6 إكس أس 2 زائد 3 إكس في 1 هي 3 إكس. هما ولاو عندنا جوج ديال الاطراف. غادي نتلاحظوا بلي هاد العمليه هادي ها هي هاد القاعده الاولى اللي عندنا ا زائد ب عامل لي سي زائد دي، بحيث انه ا هي 6 إكس أس 2 و ب هي 3 إكس و سي هي إكس و دي هي 7. غادي نطبقوا القاعده ديالنا كيف ما هي. اللي ما بانتش ليه شي حاجه راكم عارفين في يوتيوب راه ولات عندك الامكانيه ديال انه تقدر تزومي في لا فيديو، يعني زوميو على البلاصه اللي ما بانتش ليكم وراه وطلعوا الكاليتي ديال لا فيديو، فيكسيوها في اقصى كاليتي غادي يطلع لكم، وديك الساعه تبعوا معايا. اذا سي هي 6 إكس أس 2 و سي هي إكس زائد دي زائد 6 إكس أس 2 دي هي 7.
زائد بي سي. بي هي 3 إكس والسي هي إكس، زائد بي دي. زائد بي اللي هي 3 إكس مضروبة في الدي اللي هي 7. اش غادي نديرو؟ غادي نبسطو. 6 إكس أس 2 في إكس هي 6. إكس أس 2 في إكس هي إكس أس 3. فهاد الحالة هادي اللي ما فهمهاش انا نشرحها لكم. إكس أس 2 في إكس راه هي إكس أس 2 في إكس أس 1. وملي كيكون عندنا غادي تشوفوا يعني هاد القاعده هادي غادي تكونوا شفتوها في درس القوى. شنو كتقول لك ملي كيكون عندك في الاس عندك نفس الاساس. هانتوما عندنا نفس الاساس، يعني مثلا كانت عندك مثلا 2 أس 2 زائد 2 أس 3 ها هو نفس الاساس. هذا الرقم هذا كيتسمى الاساس، والقوه هنا هي 2 والقوه هنا هي 1. ملي كيكون عندنا نفس الاساس كنحطوا الاساس نفسه، ولكن بالنسبه للاس الا كان هنا ضرب غادي ترجع جمع ما بين الاسين. هي 2 زائد 1 هي إكس أس 3. نعطيها لكم في هذا المثال هذا. هي 2 أس عفوا هنا ضرب 2 زائد 3 هي 2 أس 5. إذا نكملو. زائد 6 إكس أس 2 في 7. 7 في 6 هي 42. إكس أس 2 ما عندنا فاش نضربها غنحطوها كيف ما هي. زائد 3 ما عندنا فاش نضربها غادي نحطوها كيف ما هي. إكس في إكس هي إكس أس 2. زائد 3 إكس في 7. 3 في 7 هي 21. إكس ما عندنا فاش نضربها غنحطوها كيف ما هي. غادي تلاحظوا بلي مازال عندنا ما نبسطو. هنا في هذا الطرف هذا عندنا الأس الإكس أس 3، ما عندنا حتى شي طرف آخر أس 3. إذا غنحطوها كيف ما هي 6 إكس أس 3. زائد غتلاحظوا في الطرفين هادو بجوجهم فيهم إكس أس 2. إذا 42 زائد 3 هي 45. إكس أس 2 غنحطوها كيف ما هي. زائد 21 إكس. وهذا هو الحل ديال العملية سي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا فهمتوا مزيان هذا الدرس هذا. حاولوا انكم ديروا مازال ديال التمارين ان شاء الله، حيت التمارين هما اللي غادي يخليوكم تفهموا الدرس اكثر. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وفي درس جديد.